السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قلب الحدث أحدثكم، يا رب تكون بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال وستر من عند الله عز وجل. اللي بيتفرج على الفيديو بالنهار بقول له صباح الخير، واللي بيتفرج على الفيديو بالليل بقول له مساء الخير. والنهارده إن شاء الله هنصور منطقة جديدة من المناطق اللي فيها تسهيلات، بس فيها تسهيلات لأن هي فعلا تحت الإنشاء، منطقة مختلفة عن الأماكن اللي خلاص اتسلمت زي الأندلس. النهارده المنطقة اللي احنا بنتكلم عنها هي منطقة النرجس الجديدة أو امتداد النرجس، وهي برضو أرضي وثلاث أدوار، شقتين في الدور. أهم حاجة إن احنا لما نيجي نشتري نشوف شركة منضبطة، شركة بتلتزم بالفعل بالمباني، شركة بالفعل عقودها منضبطة ومنصفة. وإن شاء الله ربنا يا رب يكتب لكم الخيرات، وإن شاء الله ندقق كويس جدا في الاختيارات وندقق كويس جدا في العقود. وأي حد عايز أي مساعدة أو أي استفسار، أنا يهمني طبعا اللي أنا أرد على كل تعليقاتكم، يسعدني ذلك. ويلا بينا إن شاء الله نصلي ونسلم على سيدنا النبي ونقول يلا بينا ننزل النرجس الجديدة، امتداد النرجس. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال وستر من عند الله عز وجل. آمين 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 رب العالمين. احنا فين دلوقتي؟ احنا النهاردة هنتكلم عن النرجس الجديدة، النرجس الجديدة. وبما اننا الآن على محور طلعت حرب، وعلى ايدنا اليمين دلوقتي كومباوند الدبلوماسيين، كومباوند الدبلوماسيين، وهو احد الكومباوندات المحترمه جدا في التجمع. ولو كملنا على طول هنطلع على الجامعه الالمانيه، هنطلع على الجامعه الالمانيه وتوسعات الجامعه الالمانيه. على ايدنا اليسار دلوقتي النرجس، منطقة النرجس الجديدة او امتداد النرجس. وعلى ايدنا اليمين منطقة كومباوند الدبلوماسيين. احنا ماشيين في توقيت حاليا بالظبط الساعة 4:30 إلا 5 عصرا تحديدا. هنتكلم النهارده وهناخد فكره عن النرجس الجديده، زي ما احنا اتكلمنا وشرحنا بالتفصيل الاندلس كمنطقه سكنيه بالفعل اتسلمت، وبالفعل النهارده ممكن الناس تسكن. وقلنا ان معظم التسديدات النهارده في الاندلس كاش او معظم الدفع كاش. لكن النهارده عندنا منطقة النرجس الجديدة، ومنطقة النرجس الجديدة ديت فيها استلام فوري وفيها تسهيلات على فترات طويلة. لو احنا ركزنا كده بصينا على ايدنا اليمين ديت كده الجامعة الأمريكية والتطورات اللي بتحصل في الجامعة الألمانية. الجامعة الألمانية بيحصل فيها توسعات دلوقتي محترمة جدا، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. احنا هناخد جولة النهاردة حوالين النرجس الجديدة او ما يطلق عليها امتداد النرجس. ندي اشارتنا من فضلكم عشان نكون منضبطين. هناخد دلوقتي الدوران. الله على الجمال دوت، الله على الجمال دوت. كومباوند دوت اسمه الطمية كريكس، الطمية كريكس، وهو دلوقتي في وشنا تحديدا. ولما نلف الدوران هيبقى على ايدنا اليمين. وكومباوند الطمية كريكس
الحرف اللي قدامه مباشرة انا عاوز ادي اشارة، لان انا مش هدخل الحتة دي، لكن عاوز اشرح بالتفصيل الاحرف اللي امام كومباوند الطمية كريكس. ده الشارع الفاصل ما بين كومباوند الطمية كريكس وما بين حرف الاف، وبعد حرف الاف جوه حرف الاي، وبعد كده على نفس الشارع لما نكمل على طول هيبقى بعد حرف الاي حرف الدي، وبعد كده بعد حرف الدي لما نكمل على طول في حتة اضافوها عملوا فيها حرف الاف 2 والاي 2 والسي 2 والدي 2، وكل دول لحد محور محمد نجيب. اخر حاجة محور محمد نجيب اللي عندها منطقة دي 2 ومنطقة عملوها المحولات الكهرباء، هيعملوا فيها زي منطقة محولات كهرباء، وهنشوفها برضو مع بعض على الطبيعة ان شاء الله. وعليكم السلام. طيب، بسم الله والصلاة والسلام عليك حبيبي نور قلبي رسول الله. احنا كده وضحنا بالظبط بالتفصيل. يبقى قلنا هنقول تاني كومباوند الطمية كريكس، كومباوند الطمية كريكس قدامه ايه مباشرة؟ قدامه ايه مباشرة؟ حرف الاف وحرف الدي، وبعد كده حرف الدي اللي هو يلي حرف الاي بيبقى قدامه منطقة فاضية اللي هي كانت اساسا ما تسمى بالغابة المتحجرة، وبعد حرف الدي اف 2 واي 2 وسي 2 ودي 2. امام دي 2 تحديدا امامها مباشرة محور محمد نجيب، وعلى اليمين في منطقة محولات كهرباء. خلونا بقى بعد اذن حضراتكم كده نلف تاني ونرجع. انا بس دخلت الشارع الفاصل دوت عشان اوضح الدنيا فيها ايه، عشان في ناس بتسأل ومش واضح عندها الرؤية. خلينا زي ما عودتكم اشرح لكم بالتفصيل 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 ان شاء الله. ولو اي حد عايز اي استفسار او اي توضيح او اي استشارة يرجع لي على طول ان شاء الله، واكيد هفيدكم. ولو ما عنديش المعلومة هسأل، انا بحب اسأل واستشير عشان اهدي المعلومة بدرجة صحيحة ان شاء الله وتفيدكم باذن المولى عز وجل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، منورين الدنيا كلها والله. كده نقدر نقول على ايدنا اليمين حرف ايه؟ حرف الاف، حرف الاف فوتبول، اف فوتبول. كويس. حرف الاف من الاحرف المميزة طبعا لانه هو امام منطقة كومباوندات وفي ارتفاع منسوب. احنا لو ملاحظين كده ان هو كده على منطقة عالية، يبقى حرف الاف من الاحرف المميزة اللي اقدر انصح الناس بيها واقول لها لو معروض عندكم حاجة او لو حابين تستشيروني في حاجة واعرض عليكم كخدمات، انا ما عنديش اي مانع، انا بوضح لكم بالتفصيل. لو انتوا لاحظتوا ان احنا نازلين من مرتفع لمنخفض، وده اسمه فرق منسوب، فرق منسوب. جميل جميل يا كريم يا رب، الله المستعان. طيب انا بصور بقى بصراحة وقافل الشباك، فانا هفتح الشباك عشان اوريكم ان ده الشارع الفاصل ما بين حرف الاف وحرف الجي. جي من جوجل، جي من جوجل. الله الله، اي نزلنا في نقرة ولعله خير. الحمد لله رب العالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بسم الله والصلاة والسلام عليك حبيبي نور قلبي رسول الله.
لو الفيديو النهارده طويل انا هقسمه لكم على مقطعين برضو او على فيديوهين زي ما عملنا في ارض الجمعيات. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصراحة شغل ممتاز جدا، شغل محترم. اهم حاجة ان احنا نسأل نستشير. طيب هنشتري مع مين؟ ايه الورق؟ العقود المنضبطة، الشركات اللي بتلتزم باسعارها وما بتغيرش سعر بعد كده، ده مهم جدا. احنا عارفين كده ان جنبنا على ايدنا اليمين حرف الايه؟ حد يسمعني من فضلكم، محتاجين تركيز من فضلكم، محتاجين تركيز. حرف الجي من جوجل. يا كريم يا رب، الله المستعان. الناس شغاله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وانشاءات بتتم بصوره ممتازه جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. في جهد طيب بصراحه بيبذل، جميل جميل بصراحه. انا حابب اقول للشركات بعد اذن حضراتكم انضبطوا في التسليم عشان الاستمراريه. العقود بتاعتكم ما تبقاش عقود مجحفه، العقود بتاعتكم تبقى عقود كويسه منضبطه ان شاء الله. طيب بسم الله والصلاه والسلام عليك حبيبي رسول الله. زي ما احنا قلنا حرف الجي على ايدنا اليمين. طب ايه المنطقه الفاضيه دي يا عبد الله؟ ايه المنطقه الفاضيه دي؟ قول لنا من فضلك ايه دي؟ دي هتبقى منطقة إدارية وتجارية، منطقة إدارية وتجارية الفاضية دي. وراها إيه؟ وراها مرافق. طب إيه المرافق دي؟ محطة رفع. إيه المرافق دي اللي مبنية هناك دي كده؟ محطة رفع، ولكن محطة رفع مساحتها صغيرة شوية. الله 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 الله. طالعين دلوقتي على محور ايه؟ مين اللي يقول؟ محور جمال عبد الناصر. محور ايه؟ جمال عبد الناصر. وبصراحة حرف الكي من الأحرف المميزة جدا في النرجس الجديدة أو امتداد النرجس. احنا كده بدأنا في حرف الكي على ايدنا اليمين كده، حرف الكي. وفي الظهر، ظهر حرف الكي من المنطقة ديت حرف الجي، والاف في الظهر من هنا كده، يبقى الكي على الرئيسي. طيب جنبنا على ايدنا اليسار ديت، نفتح الشباك برضو من فضل حضراتكم، النرجس عمارات وهي ارضي واربع ادوار، الترخيص بتاعها. ولو الروف جه النسبة القانونية، هو المفروض ان هو مبني دلوقتي بالمساحة القانونية اللي هي 25%. طيب لو جه يبقى ارضي و5 ادوار. خلينا نقول ان جنبنا على ايدنا اليمين دلوقتي امام النرجس عمارات هنا المنطقة ديت، وممكن اقف شوية عند المنطقة ديت عشان اقول المنطقة ديت ربنا يعينكم يا رجالة هتبقى ايه كمنطقة خدمية ومساحة كبيرة. المنطقة اللي على ايدنا اليمين دلوقتي ديت هتبقى عبارة عن مولات طبية وتجاري وإداري ومدرسة، وفي ظهرهم نادي اجتماعي، وده الفاصل ما بين الجي والسي. حرف الجي والسي هيبقى فيه خدمات نادي اجتماعي، وهيبقى فيه مسجد، وهيبقى فيه منطقة تجارية، وهيبقى فيه مناطق بنوك، وهيبقى فيه طبي، وهيبقى فيه ما يقرب من 3 أو 4 مدارس في المنطقة. في الظهر هو شريط كده ورا المنطقة الخدمية ديت، شريط متكامل خدمي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة بصراحة متميزة جدا جدا وممتازة جدا. ملاحظين ان احنا هنا في برضو فرق منسوب، واحنا كده في منطقة كي زي ما احنا قلنا. منطقة كي برضو هي واخدة شريط على الرئيسي، شريط على محور جمال عبد الناصر.
ما بين النرجس الجديدة أو امتداد النرجس اللي هي أساسا أرضي وثلاث أدوار. أرضي، ما يميزها إن هي أرضي وثلاثة، فالمنظور النهائي بتاعها أكنه منظور فيلا، قريب من منظور الفيلا. أما النرجس عمارات أهي المنظور النهائي أكنه منظور عمارة أرضي واربع ادوار، وفي ناس بانيه الروف اهو زي ما احنا شايفين كده، بس بصوره مش لذيذه او ظريفه، لانه طبعا مخالف وبيبنيه بصوره او باخرى معينه. طيب يبقى احنا قلنا كده ان حرف الكي في المنطقه ديت ظهر حرف الكي من المنطقه ديت حرف السي. العمال ربنا يعينهم يا رب ويصلح بين ايديهم ويوفقهم. بسم الله ما شاء الله، مجهودات جميله جدا 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 بصراحه بتبذل، حاجه محترمه جدا جدا جدا. وداخلين على المنطقه الخدميه الاخرى، وهي برضو هتبقى منطقه طبي وإداري وتجاري، وهيبقى فيها برضو مسجد. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. على ايدنا اليمين جنب منطقة الخدمات ديت حرف الكي، وفي ظهر حرف الكي حرف البي. ماشي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ده الشارع الفاصل ما بين حرف الكي والبي وحرف الكي والاي. الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. في بعض الشركات عامله واجهات محترمه جدا، ودايما الواجهات الحجر مع مرور الايام ومرور الوقت بيزداد جمالها عكس الواجهات المادة. واجهات المادة احيانا بتحتاج لدعم، وخصوصا لو المنطقة هتسلم بعد 2 أو 3 سنوات، فالواجهات الحجر بتبقى قوية جميلة جدا جدا مميزة. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا، قمة في الجمال وقمة في الروعة. دوت برضو حرف الكي، واحنا قلنا في ظهر حرف الكي حرف الاي. وبعد كده المنطقة اللي هي تم اضافتها للنرجس الجديدة او امتداد النرجس، ان شاء الله بالتفصيل هنتكلم اشارات. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وانا هدي انتظار وهقف واحترم الاشارة، ونكمل ان شاء الله مع بعض بعد الاشارة. ورجعنا تاني نقول ان منطقة النرجس الجديدة ديت منطقة تسهيلات، ارضي و3 ادوار وفيها تسهيلات، بس اهم حاجة هي فيها فترات طويلة فعلا كتسهيلات، بس اهم حاجة وبنركز كويس جدا على العقود، الاوراق القانونية، الشركات الثقة اللي احنا نقدر نشتري منها باذن الله، وما يكونش فيه مشاكل، يكون فيه استمرارية باذن الله لانشاء المشاريع، يكون عقودها عقود منضبطة منصفة مفيش فيها اجحاف، وان شاء الله يكون خير. وربنا يا رب يوفقكم جميعا ويقدر لكم ولنا جميعا الخيرات. كان معكم عبد الله المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.